يا صباح الجمال، يا مساء الجمال، ايا كان التوقيت اللي بتتفرجوا عليا فيه. اهلا بيكم مع قناتي العزيزه الموت شماوي، او ايا كان مش هتشوفني على اليوتيوب، هتشوفني على اي صفحه تاني. اهلا بيكم برضو. كانت زمان نينا الله يرحمها ستي، كانت دايما لما واحده تجيلها زعلانه من جوزها تقول لها: يا اختي توكسي، دي اللي راجل ولا دي اللي حيطه. وانا كان عندي 5 6 سنين كده، اروح اتسند على الحيطه اقول: هو انا لو اتسندت على الحيطه ممكن اقع؟ طيب انا لو اتسندت على بابا او اخويا هيسندني؟ فما كنتش فاهمه. ولما كبرت برضو كنت اتمنى ان انا ما افهمش، ولكن فهمت. يعني ايه مثل اللي بيقول: ضل راجل ولا ضل حيطه؟ تعال اقول له. وهو الحيط لو سندني هيبقى اقل من راجل؟ يعني انا لو اتسندت على الحيطه كده اخاف اقع، ولو اتسندت على راجل مش هقع؟ يا ناس، الحيطة اللي متسوية طوبة فوق طوبة اللي بتسند عليها وبقف أكرم عندي من راجل يهز ثقتي أو يطفي نوري أو يكسر قلبي. أنا مش ضد الجواز ولا ضد الرجالة، والله 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 لكل بنت بتتفرج عليا دلوقتي لسه ما شافتش جواز، الجواز حلو جدا 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 ونعمة جدا جدا جدا. بس اهم حاجة انت بتختاري مين، وانتي ايه ومين. انا بس ضد الفكرة اللي بتقول ان وجود راجل، اي راجل، اهم من وجودي انا مع نفسي. انا كشيماء مع ظل عقل، مع ظل كرامة، مع ظل احترام، ومش ضد ابدا اكون مع راجل. عارفين ليه؟ لان فطرتنا سبحانه وتعالى ربنا خلقنا ان احنا ما ينفعش نكون لوحدنا. بيقولوا ايه، استبندد وومن والكلام الفاضي ده. لا، احنا فطرتنا مخلوقين من راجل، حواء مخلوقة من ضلع ادم. بس اهم حاجة تكوني مع راجل بمعنى الرجولة، مش شكل ولا هيئة ولا منظر ولا جيب ولا اي حاجة. ده راجل لو كان سند، ده راجل لو كان امان، ده راجل لو كان بيكبرني مش بيصغرني. غير كده فالحيطة الطيبة احن، وضلي انا احلى واجمل واطيب وأأمن ليا من ظل راجل. في آخر الفيديو أحب أقولك، هسألك سؤال: انتي اخترتي ظل ولا راحة؟ لأن الإجابة هتفرق معاكي جدا ومعايا برضو. فردي عليا في الكومنتس وعرفيني. لو عجبك الفيديو سبسكرايب، وعلمتني فريدة ان شاء الله تكون هدف جميل وحيوي جدا لكل بنت عايزة تعيش حياتها بكل هدوء وسلام نفسي. سلام يا امان.